النجاح اقدر يعني في ان انا يبقى معايا فلوس وعندي خبرة في تشغيل وإدارة الناس، تمام. ولا يبقى عندي خبرة يعني في المجال نفسه؟ الاثنين دول مهمين. انا بالنسبة لي انا شايف مثلا امثلة كتير جدا، هو مش حلاق بس فاتح براند كبير حلاقة، كلامك سليم تمام. 100%. هو فعلا يبقى ده بس موديل هو صح. بس هو اداريا هو حسب انت هدفك ايه تاني. هدفك التوسع وهتلم فلوسك بعدين ومعاك فلوس، ده موديل. يعني ده مش غلط، ده موديل. ان انا معايا فلوس بستثمرها، فبضخ الفلوس دي في بيزنس واعين له ناس، مصاريفه هتبقى كتير، تمام. مم. هفضل الم فلوس واحده واحده، بس البي باك بيريد تقعد معايا مثلا 3 سنين، ده موديل. بس لو انا شخص فاتح بيزنس علشان اجيب فلوس لبيتي، تمام، وهبدا واحده واحده، محتاج ان انت لا تبقى البروفيت بتاعك على قد ما تقدر من دي 1. ده موديل وده موديل، ما فيش صح ده الاثنين صح. تمام. حسب انت هدفك ايه. هدفك التوسع، هات فن وتوسع واعمل بيزنس كبير، واعمل بيزنس بلان مظبوطه، وتبقى عارف بالظبط ان انت هتلم فلوسك دي بعد سنتين. لو انت قابل الكلام ده تمام، ده مش غلط. بس انا عايز اقول لك برضو على حاجه دايما، وانت بتعمل بيزنس بلان خلي بالك، علشان انت دايما بتبقى بايست. يعني انت بتبقى بايست. انا لما باجي اعمل بيزنس بلان تبقى متحيز طبعا. هبقى متحيز ان انا معقول هعمل بيزنس بلان للمشروع بتاعي وهحط فيه ان انا هخسر. فعلشان كده لو انت بتبدا خطوات صغيره وبتكبر وانت مربح، بتحط اساس قوي للربحيه.